عارف ده مين؟ البطل الاولمبي المصري محمد كيشو اتسأل سؤال مهم قوي من كابتن شوبير، قال له هتاخد الجنسيه الامريكيه يا كيشو وتلعب باسم بلد غير بلدك، تلعب باسم بلد غير مصر. كابتن كيشو قال له انا موجود في امريكا دلوقتي وبدات الاجراءات ومش مستعد اسمع اي كلام من اي حد، هلعب باسم امريكا. طب ما كينج يا ابني، طب ما ملك يا ابني، ملك ابن ملك ابن ملوك، ملك ابن ملك ابن ملوك. هو انت مستنيني اقول لك حاجه غير كده؟ على فكره الكابتن كيشو مش اول حد يعمل حاجه، يعني مش اول حد ومش اول رياضه ومش اول بطل في رياضه مختلفه عن الرياضه اللي بيدفع لها 100 مليون. ما هو ده لو حد بيتخانق عليه اهلي وزمالك اتحط له ال 100 مليون على الترابيزه عادي جدا واتدعم واخد فرصته 100 فل و10 وجميل. كابتن شوبير بيقول له يعني عايز تلعب يا كيشو الاولمبيات القادمه باسم امريكا؟ الكابتن طبعا بيحاول يزنقه في الكلام يعني عشان يحسسه ان هو غلطان. حتى القانون بيقول لك ان انت لازم تقعد 3 سنين عشان تعرف تلعب باسم بلد تاني، يعني كده طبقا للقانون انت هتقعد 3 سنين ما تشاركش في البطوله. كابتن كيشو رد عليه بكل ثقه، قال له لو هلعب بعد 20 سنه برضه هلعب باسم امريكا، وبرضه مش هسكت على الظلم اللي انا اتظلمته واللي حصل معاه. اوعى تفتكر ان انا طالع دافع عن كابتن كيشو عشان انا مبسوط من اللي هو عمله مثلا او شايف ان اللي عمله ده الصح، ولا عمله ده الصح باللي بيحصل مع اي حد غير الكابتن كيشو كمان. على فكره بالمناسبه انا هنا مش بتكلم على كابتن محمد كيشو، انا كده انت عارف في كام كابتن محمد كيشو في البلد؟ عارف في مصر في كذا رياضه تانية غير الرياضه اللي كابتن محمد كيشو اصلا بيلعبها، في كام كابتن محمد كيشو حصل معاهم نفس الموقف؟ ان الهدف واحد والله، لو فكرت فيها كده واستثمرت في بطل اولمبي يجي لك نفس العائد ونفس الاعلانات ونفس الفلوس، بس انت محتاج تبني. طب ما ليه نبني يا عم؟ الكرة موجودة اهي نستثمر فيها وخلاص، كلنا نستثمر فيها وخلاص، وباقي الرياضات وباقي المواهب وباقي الابطال ارمي ارمي ارمي. عرفت ليه منتخب بلدك بعد ما كسب 3 افريقيا وقع وما بيشمش كاس العالم ومفيش اي بطوله؟ عشان اول ما علي قعدوا ينفخوا فيهم اعلانات فلوس، كله بيصب على الجهه دي والباقي مهمل. عارف باقي البلاد الناجحه في اي رياضه بتعمل ايه للالعاب التانيه غير كره القدم؟ هتقول لي عارف بيصرفوا فيهم زي كره القدم واكتر. ما اسم بلدك يبقى عالي في الكوره وعالي في التنس وعالي في الباسكت، البطولات هتجيلك والدعايه هتجيلك والاعلانات هتجيلك والفلوس هتجيلك، انت بس اللي باصص تحت رجليك، انت اللي عايز الحاجه السهله مش اكتر. تظلم كيشو وغير كيشو ومليون كيشو في مصر تاني. كل التحيه والاحترام للكابتن اللي بيعافر عشان مستقبله وبيحاول يوصل لحلمه، والله كمان الاعتذار لل100 مليون كيشو عشان انا متاكد ان في مليون رياضه تانية فيها مليون مصري موهوب فيها كلهم ما بيعملوش اي حاجه.